استخدمت تشات جي بي تي عشان يحلوا واجباتهم او يكتبوا المقالات المطلوبه منهم في الجامعه. وزي ما انت شايف كده المقالات والاجابات مش سهل انك تعرف انها مكتوبه بالذكاء الاصطناعي، خصوصا لما يبقى عندك كمان ادوات تانية للذكاء الاصطناعي بتقدر تعمل حاجه اسمها بارافريزنج، يعني تغيير في الصياغه للي مكتوب للتشات جي تي بي، علشان ما يبقاش بقى نفس الكلام اللي مكتوب برضه زي بعضه او يتكشف انه منقول زي ما هو. ودي صعبت الموضوع على الدكاتره والمدرسين في اكتشاف الواجبات اللي اتحلت بتشات جي بي تي. انت متخيل ده هيأثر على التعليم وعلى الطلبه وحتى الكتاب والمحررين في اماكن كتير جدا. يعني دلوقتي انت محتاج تخلي الطالب يحل الواجب قدامك عشان تصدق ان اللي هو اللي كاتبه مهزله الحقيقه. في امريكا ودول كتير جدا بدات المدارس والجامعات تحجب موقع تشات جي بي تي علشان الطلبه ما يستخدموش في المدرسه، لكن تبقى المشكله ما هو هيستخدمه في البيت ومش هتعرف برضه تمنعه. الحقيقه ان ده موضوع مربك للمنظومه ودي طبيعه التكنولوجيا الحديثه للاسف. الحقيقه الموضوع مش واقف على المدارس بس، ده حتى الكتاب والناس اللي بتكتب على منصات التواصل الاجتماعي البرنامج بيقدر يتعلم هم بيكتبوا بانهي طريقه ويقدر يقلدهم. تخيل ده الاخ ايلون ماسك نفسه اترعب من الفكره انها تعمل قلق على تويتر، فراح مانع البرنامج انه يعمل اكسس لقاعده بيانات تويتر. انت متخيل؟ هتقول لي يعني هو مفيش حد فكر في الفكره دي غير اوبن اي اي؟ الحقيقه لا، عندك شركه مايكروسوفت نفسها اللي بتستثمر في تشات جي بي تي عملت تشات بوت على تويتر قبل كده اسمه تاي سنه 2016، وده اختصار Thinking About You. والبرنامج عمل ضجة برضو على تويتر لما بدأ ينشر تويتس عملت مشاكل زي التغريدات العنصرية، وعمل إحراج كبير لمايكروسوفت لدرجة إنها قررت قفل البرنامج بعد ساعات من إطلاقه للتجربة. عندك كمان برنامج بلندر بوت اللي عملته شركة ميتا واللي متاح بس في الولايات المتحدة، بيستخدم بشكل كبير جدا المحادثات في اللي معتمدة على الذكاء الاصطناعي للشركات والحلول التقنية المختلفة. لكن الحقيقة ان تشات جي بي تي عملت اللي الباقيين ما عرفوش يعملوه، خصوصا مع تطوير النماذج او المودلز الخاصة بالمحادثات، وان البرنامج بقى قادر يتعلم من بلايين المعلومات على الانترنت. الفكرة الأساسية هو إن الخوارزميات دي بتحاول تقلد طريقة كتابة الإنسان عن طريق التعلم من البيانات اللي موجودة على الإنترنت. والبرنامج هو تطوير لبرنامج جي بي تي 3 اللي طورته اوبن اي اي، وجي بي تي هي اختصار حاجة اسمها Generative Pre-trained Transformer. المختلف في النموذج الجديد ده ان في دور للانسان وتحديدا المطورين في مرحله تعلم الخوارزميات، ودي اسمها Supervised Reinforcement Learning. مش عايزك تتضايق مني من المصطلحات دي، بس الحقيقه احنا اتكلمنا كتير عن الذكاء الاصطناعي وتقنياته في تيك توك على القاهره والناس، ممكن ترجع لحلقات الشبكات العصبيه الاصطناعيه وانت هتعرف معلومات كتير عن التقنيه اللي معتمد عليها تشات جي بي تي. مشكلتنا هنا اننا بنتكلم عن تكنولوجيا هيكون ليها تأثير كبير على التعليم والشغل وانقراض وظائف كتير. يعني تخيل مثلا ان البرنامج ده يقدر يكتب لك كود بلغة برمجة اللي انت عايزها، وتقدر تاخد الكود ده تعمل بيه برنامج من غير ما تكتب سطر كود بنفسك. طبعا دي كارثة بكل المقاييس، دي معناها ان في ناس كتير جدا خصوصا اللي بتعمل اعمال تقليدية هتبقى مهددة خلال السنين القليلة اللي جاية، لاننا لسه في البداية سعادتك. تخيل معايا كده لو عايز تشات جي بي تي يعمل لك صفحة HTML فيها معلومات عن الهاكرز. سهلة وبسيطة، خش على الموقع اكتب له السؤال ببساطة، اكتب لي كود HTML، يعمل صفحة بتتكلم عن الهاكرز زي ما انت شايف كده. البرنامج هيبدأ يكتب الكود اللي تقدر تستخدمه وتعمل بيه صفحة HTML من غير ما سعادتك تكتب أي كود. خد الكود ده وحطه في ملف تكست، وبعدين غير امتداد الملف ال HTML وافتحه في البراوزر بتاعك. كل سنة وانت طيب، معاك صفحة موقع بتتكلم عن الهاكرز. ايه الجمال ده؟ طبعا انا عايزك تسرح بخيالك بقى في اي حاجة تفكر فيها ممكن تتعمل بالبرنامج ده وتأثر ازاي على الناس في الفترة اللي جاية على كل الأصعدة. تخيل مثلا انك بتسأله تستخدم كاميرا معينة ازاي، او تعمل مونتاج لفيديو ازاي. لو عايز تحل معادلة رياضية مثلا، زود عليهم بقى الناس اللي دماغها شمال، لو حد بيسأله ازاي تعمل جريمة معينة او ازاي تحضر متفجرات او اي شيء مضر. انت متخيل ده هيعمل ايه في المستقبل القريب؟ طبعا في ناس بتقول ان ده هيقضي على جوجل كمحرك بحث عن المعلومات، لكن الحقيقة مش للدرجة دي، لان جوجل مسيطرة على سوق محركات البحث، والخوارزميات بتاعت جوجل برضو معتمدة على الذكاء الصناعي. ده غير ان جوجل اصلا عنده برامج ممكن تكون اكثر تطورا من البرنامج ده بس ما نشرهاش في العلن زي تطبيقات جوجل برين.
طبعا التطبيق ده علشان يبقى متاح على كل الأجهزة والموبايلز محتاج ريسورسز كتير جدا، لأن الخوارزميات دي محتاجة قدرة كبيرة جدا لأجهزة الكمبيوتر، وده مش متاح حاليا، ده غير إنه مكلف تكلفة خزعبلية. الحقيقة إن التكنولوجيا دي تطور طبيعي للي حصل من أبحاث في الفترة اللي فاتت، وتوفر قدرات الكمبيوتر الجبارة وحجم المعلومات الضخم اللي موجود على الإنترنت، وتطور كمان خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وجود منصات متخصصة للخوارزميات دي. المشكلة مش بس في وجود خوارزميات بتعمل تشات وتطلع لك إجابات أو تساعدك في حل أي مسألة أو تقدر تعمل مهام كاملة لناس ممكن ما تلاقيش شغل في المستقبل، لكن الموضوع داخل كمان في مهام ووظائف مش سهلة. عندك برامج وتطبيقات بتعمل لوحات رسومات فنية زي أي رسام باستخدام الكمبيوتر، زي تطبيق دالي 2 من اوبن اي اي برضه، واللي ناس كتير بتستخدمه علشان تعمل رسومات باستخدام الذكاء الاصطناعي. ده غير تطبيقات تانية للفيديو والصوت، وأي حاجة تخطر على بالك هتلاقي ليها تطبيق بالذكاء الاصطناعي. في تطبيقات تانية زي تطبيق دونت باي اللي شغال محامي بالذكاء الاصطناعي، ويقدر يدافع عنك وينصحك نصائح قانونية أو حتى يترافع عنك في المحكمة. أنت متخيل؟ نيجي بقى للسؤال المهم، يا ترى ده معناه إيه بالنسبة لنا؟ الحقيقة أنا شايف إن في مجتمعات التكنولوجيا بالنسبة لها مجرد أفلام خيال علمي بيتفرجوا عليها وهم بياكلوا فشار، ودي أزمة كبيرة الحقيقة للمجتمعات دي في المستقبل القريب. ده معناه إن في مشاكل بطالة، عدم تكيف، انهيار منظومات تعليم ووظائف تقليدية، ومشاكل اجتماعية ونفسية واقتصادية. مش معنى كده ان في مجتمعات محصنه. للاسف النوع ده من التكنولوجيا اسمه التكنولوجيا المربكه، يعني في ناس كتير هتتهرس في الرجلين، وفي شركات برضه وبزنس هيقفل، ووظائف هتختفي في مقابل وظائف تانية بتظهر. فخلي عينك دايما على المستقبل. يبقى التحدي هو ازاي تتكيف، وازاي تعرف تستفيد في شغلك من التقنيات دي وتتعلم تشتغل جنبها او معاها او بيها، بدل ما تزيحك وتشتغل هي مكانك. ده طبعا على مستوى الافراد. بالرغم من ان كل التطبيقات دي مليانه مشاكل ومش دقيقه وفيها نسبه خطا مش صغيره، لكن الذكاء الصناعي بيتطور تطور سريع جدا، اسرع من تطورنا احنا كبشر. لكن برضه ما عنديش اعتقاد انه هيعمل احلال او استبدال للبشر في حاجات ليها علاقه بالتفكير النقدي والابداع والتواصل، على الاقل في المستقبل القريب. لكن خوفي الأكبر الحقيقة من الناس نفسهم. الناس عايزة تصدق إن الذكاء الاصطناعي بقى بيعمل أحسن حاجة دلوقتي، ودي أخطر من الذكاء الاصطناعي يكون بيعمل الحاجة دي كويس أو من غير أخطاء. يعني ثقتنا الزايدة في الذكاء الاصطناعي دلوقتي أخطر من مشاكل الذكاء الاصطناعي نفسه. محتاجين نتعلم ازاي نعقل الامور ونفهم كويس تاريخ التكنولوجيا وازاي اتطورت وازاي هتأثر في حياتنا قبل ما نثق فيها ثقة عمياء او نعتمد عليها بدون تفكير، ونفكر شوية هي هتحل لنا مشكلة ايه. ثق تماما ان شركات البيزنس والشركات الكبيرة والرأسمالية والهيمنة التقنية الجديدة لن تتورع ابدا انها تتخلى عن اي انسان مقابل استخدام الآلة، حتى لو بتعمل شغل اقل من قدرات الانسان دلوقتي، لكنها هتتطور وهتبقى ارخص من الانسان. وده التحدي اللي جاي في المستقبل. استنونا في حلقة جديدة وسايبر تك.